فضح الصب مشاعره فاشتاط وحاول أن يختبئ فأفرز من عينيه بريقا. شاعرنا محمد الشحات تخرج في كلية الآداب، ولد عام 1954. من دواوينه الدوران حول الرأس الفارغ، آخر ما تحويه الذاكرة، عندما تدخلين دمي، تنويعات على جدار الزمن، مكاشفة، كثيرة هزائمي، المترو لا يقف في ميدان التحرير، أدخلوني على مهل، يوميات ثورة 30 يونيو، عندما هزني وجعي، البكاء بين يدي الحفيدة، الحياة بلا أي وجه، حروف الوطن، محاولات لا أعرف نهايتها، يكتب في دفتره ترنيمات شاعر قبل الرحيل، سيعود من بلد بعيد، رجفة المقامات، متى ينتهي، رجل مسكون بالزرقة، ملامح ظلي، لم يقدر أن يتخير، تمنى لو يصحبه. صدر عنه الكتب والدراسات النقدية الكثيرة، لا العديدة، لأن العديدة هي ما يعد المرايا النقدية، مرايا الشعر، لغة الشعر، تحولات الرؤية الشعرية، رحلة وجدانية في أعمال محمد الشحات، الإبحار بلا شراع المتون، الاغتراب في شعر محمد الشحات. الآن سوف نبدأ بقصيدة، ثم سنرى هل سنكون أمام الصقور أم أمام الحمائم مع شعر. تفضل سيدي محمد. مساء الخير، كل الشكر والمحبة لمن شاركني في هذا اليوم. قصيدة من يوميات سجين. ظل يقاوم رغبته في أن يترك محبسه، ظن بأن خفافيش الليل لها أجنحة سوف تحاصره حين تراه، فيجمل حيطان السجن، يرتب بعض وسائل كان يجمعها من أوراق الصحف، ويرسم فوق الحائط بعض وجوه لنساء كان يواذلها في أضواء الأحلام، فتهرب حين تراه. أتقن رسم عصافير وزهور وبيوت لا يعرف من يسكنها، لم يألفها إلا فوق جدار السجن. فكان يفتت قطع الخبز اليابس ويرش الرذاذ الماء ويشم روائح ويحس بدفء الأنفاس، فيراه السجان فيغضب حين يزيح الأبواب لكي يغريه ليخرج. ظل يقاوم رغبته كي لا يترك محبسه، كان يحس بأن الأسوار تطوقه وعيون السجان يراها في مرقده، ويحس بكفيه تقلبه كي يتأكد من أن النوم يحاصره. كان السجان يحاول أن يسرق ضحكته، هدأته، لحظات السكون النفسي، فساومه كي يملك زنزانته، أغراه بأن يتركه ويفك قيودا عنه، أو يستبدل محبسه بموقعه. حاول أن يسرقه وهم به كي يخرجه، فقاومه، فتحركت الجدران، تحولت الزقزقة إلى أصوات نسور، والأزهار إلى شوك. اتسعت حجرته، قاومه، وتمكن من أن يغلق محبسه، دافع واستبسل. حار السجان وحاول أن يهدم ما خلفه على جدران السجن، تصدت حجرته
وتعالت أصوات الغضب الكامن من سكان بيوت لا يعرفها، وضاق السجن على السجان فانطلق، فلقد بدأت ثورته.